أعلنت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن تعيين الحكم الغاني دانييل لاريا لإدارة مباراة نصف النهائي كأس إفريقيا التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره النيجيري يوم غد الأربعاء على أرضية ملعب مولاي عبد الله، في قرار فجر موجة واسعة من الجدل والاستغراب. هذا التعيين يطرح علامات استفهام كبيرة بالنظر إلى انتماء الحكم لغرب إفريقيا، نفس المنطقة التي ينتمي إليها المنتخب النيجيري، فضلا عن التقارب اللغوي والثقافي بين الطرفين، ما يضرب مبدأ الحياد الذي يفترض أن يكون أساسا في مثل هذه المباريات المصيرية. ولم يكن اسم دانييل لاريا بعيدا عن الجدل سابقا، إذ سبق له التواجد في غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة المغرب والكاميرون، حيث أثار استياء واسعا بعد تجاهله استدعاء حكم الساحة لمراجعة ضربتي جزاء واضحتين حرم منهما المنتخب المغربي، في لقطة ما زالت راسخة في أذهان الجماهير. تعيين حكم تحوم حوله شبهات تحكيمية لمباراة بهذا الحجم يعيد إلى الواجهة مخاوف متجددة من سيناريوهات تحكيمية مشبوهة، ويضع الكونفدرالية الإفريقية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لتفسير هذا القرار المثير للجدل، قبل أن تتحول المواجهة الكروية إلى فضيحة تحكيمية جديدة في سجل الكرة الإفريقية.